تخيلوا لو أقول لكم أن الفلفل الأسود المحذوف بالمطبخ كان قديماً يعتبر ثروة وعملة نقدية تندفع كفدية للجيوش عشان ما تحتل المدن. صدق. البهارات مو مجرد نكهة تخلي المكبوس لذيذ، البهارات هي المحرك الأساسي الاقتصادي العالمي في العصور الوسطى، وانت للحين ترش منه لين تعطس. قديماً ما كان في ثلاجات واللحم ما كان يخترب بسرعة وتطلع ريحته، فكانت البهارات هي الساحر اللي يغطي على طعم اللحم الخربان ويحتفظ لفترة أطول. يعني البهارات أيامها كانت تشتغل شغل الثلاجات والمكيف والعطر الفرنسي، 3 وظائف بمرتبة واحدة وانت حاطه بالدرج. صدق. وبما ان البهارات كانت تيجي من الهند وشرق اسيا برحلات بريه طويله وخطره، لان حبه المسمار القرفل كانت تنوزن بالذهب. تخيل واحد يطيح قرفلتين بالارض. واليوم خلطه البهارات هي هويه كل ديره، من الكاري الهندي لبهار المكبوس الخليجي، وكل بيت عنده خلطه سريه، والسر هذا ما يطلع حتى لو حققوا مع الوالده تحقيق رسمي. انا بسالكم، شنو البهار اللي مستحيل تطبخون بدونه؟